معاك مبلغ وعايز تستثمره، اولا ربنا يبارك لك في فلوسك. هل الصح تشتري بكل فلوسك اسهم في شركه واحده، ولا بقى توزع فلوسك على كذا شركه؟ المحفظه الاستثماريه مش مجرد حساب فيه فلوس، ده مصطلح بيطلق على اجمالي الاصول اللي انت بتمتلكها وبتديرها بهدف تنميه راس المال. المحفظه الصحيحه بتتبني على مبدا التنويع، يعني بدل ما تحط كل السيوله بتاعتك في سهم واحد، بتقسم الفلوس بنسب مدروسه على قطاعات مختلفه زي الاغذيه والعقارات وغيرها علشان تقلل المخاطر. لو قطاع معين حصل فيه ركود، او شركه لا قدر الله حصل لها مشكله وسعرها نزل، القطاعات التانيه اللي في محفظتك تشيل الخساره، وفي النهايه محفظتك الاجماليه تفضل في امان او تحقق نمو متوازن. اداره المحفظه معناها انك تتابع اداء كل اصل فيه وتعيد توزيع النسب كل فتره، ودوت طبعا على حسب ظروف السوق. هقول مثال واقعي لكل اللي بيحب الاكل، اللي انا واحد منهم. لو السفره كلها صنف واحد والناس ما عجبهاش الاكل، للاسف كله هيترمي. لكن لو سفره متنوعه بين لحوم وخضار ورز وسلطه واصناف تانية، لو صنف طلع مش قد كده، الباقي هيغطي عليه والعزومه في الاخر هتنجح. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: المحفظه الاستثماريه هي سله متنوعه من الاصول الماليه، هدفها تقليل المخاطر وتعظيم العائد، ومن غير ما تعتمد على استثمار واحد بس. وارجع تاني واقول لك: اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.